دي الشباب، ودي الاوضه اللي كانوا بيسمعوا فيها التنبؤات. تمام. ودي هنا كانوا بيرد عليا. يعني مثلا ادخل اخويا من هنا مثلا واقعد اقول له ايه، انت زي الفل، انت ارجل واحد في المنطقه. قلعه شالي هي اول مكان الناس جم عاشوا فيها هنا ايه، في سيوه. اول مسجد كان في سيوه، عمره حوالي 1000 سنه، معموله من الطين والملح. ده طين وده كده ملح. يعني انا شغال شتوي، انا فصل الشتوي. تمام. في الصيف بعطل. اللي احنا رايحين نعمله دلوقتي، احنا رايحين نبتدي السفاري. في نص الصحراء، في الرمال، بحر الرمال الاعظم لو انا فاكر. اليوم التاني في سيوة. تمام. خلصت فطار وطلعت قعدت ايه هنا بشرب الشاي على الفيو ده. خليها بالصوت. انا هنا قاعد هنا. يلا ايه، شوية حاجات. النهارده اليوم مليان بالمفاجآت. انا الشمس ضاربة في وشي مش هشوفكوا كويس. مليان بالمفاجآت. فخلينا نبدأ اليوم كده. احنا هنطلع الأول، هنروح نشوف معبد اسكندر. أنا ما عنديش أي خلفية عن معبد اسكندر ده، فاحنا هنروح نشوف بقى مع بعض. الأهم اللي هيحصل بعد المعبد، في حاجة مفاجأة تحفة. هنا وصلنا معبد وحي أمون. هوري لكم برضه من جوه عامل ازاي. معبد وحي أمون جاية من وحي، من التنبؤات. كانوا بيتنبؤوا بإيه اللي بيحصل. على سبيل المثال الإسكندر أكبر جه هنا زار المعبد ده، وعلى فكرة ده المعبد التنبؤات الوحيد اللي في مصر، ده لو أنا لسه فاكر المعلومات. جه وتنبأ له بكام نبوءة. هو كان بيجوا عشان يقول لك بقى إيه هيحصل إيه ومش هيحصل إيه كده. وأدي المعبد مفيش إلا معبد وحي واحد بس في مصر، وهو ده. وفي 3 أو 2 في اليونان. دي غرفة كان بيقعد فيها واحد، يقعد يرد على أساس إن هو عامل فيها إيه، إله بيرد على الأسئلة اللي بتيجي. الناس بتيجي تقعد هنا ويفضل يسمع إيه اللي كان بيحصل. تمام. فدي الأوضة، دي الشباب، ودي الأوضة اللي كانوا بيسمعوا فيها التنبؤات. تمام. ودي هنا كانوا بيرد عليا. يعني مثلا ادخل اخويا من هنا مثلا واقعد اقول له ايه، انت زي الفل، انت ارجل واحد في المنطقه. تعالوا بقى اوريكم الفيو من بره عامل ازاي. احنا قلنا ان ده المعبد وشرحنا من جوه عامل ازاي بتفاصيل مش كتير، صغيره بسيطه خالص. تعالوا نشوف بقى هنا. في المفروض فيو حلو، الناس حتى بتتصور عنده. تشوف ايه، حاجات كتير يعني. اهو انا همشي حالي. والناحيه التانيه برضو ايه، فيو حلو جميل. معبد وحي أمون. هنتحرك لحاجة تانية. طبعا هتلاقوا إن الشمس كانت شبه عمودية، فأنا بسيح والشمس مبوظة وشي. نتحرك للنقطة اللي بعدها. احنا كده طالعين قلعة شالي. قلعة شالي هي أول مكان الناس جم عاشوا فيها هنا إيه، في سيوة. تمام. هي بيوت قديمة، وانتوا زي ما تشوفوا دلوقتي كده. دي كانت أول بيوت للناس هنا لما جم عاشوا في سيوة. وبعد كده هي في وسط البلد طبعا، عشان من هنا ابتدت ايه الناس تبني حواليها. دي قلعة شالي، واحنا هندخل ايه نوريها لكم من جوه. انا بحب الحاجات دي قوي الصراحة. السلام عليكم. بس يلا بينا نكتشف قلعة شالي مع بعض. احنا كده داخل قلعة شالي. تمام. وده أول مسجد كان في سيوة، عمره حوالي 1000 سنة. حوالي 1000 سنة، ما يقارب 1000 سنة. تمام. وهنا احنا في القلعة اهو. خليني اوريها لكم. جميلة، معمولة من الطين والملح. يعني على سبيل المثال ده طين وده كده ملح. تمام. طبعا ده بيخلي ان درجة الحرارة في الصيف تكون من جوه رطبة، وفي الشتاء بتبقى دافية، الجو دافي جوه. فوق بقى المفروض في فيو حلو.
تعالوا نطلع نشوف الفيو عامل ايه من فوق. تعالوا ندخل البلكونه دي مثلا. بص الفيو. بص المنظر من فوق عامل ازاي. دي كانت بيوت، بس طبعا ايه هي حصل لها دامج شويه، حصل سيول من حوالي 100 سنه كده بوظت المكان. ادي القلعه. حصنوا هنا من الناس اللي كانت بتعدي وتسرق المحصول، كانوا بيستخدموها كحصن عشان الناس ما تسرقش منهم حاجاتهم، وكان ممكن يفضلوا قاعدين بالشهور في القلعه تمام محصنين ومعاهم بقى المحصول كله المحصول كله. غالبا الصحراء دي احنا كمان شويه نروح لها. انا الشمس طلعت عيني انا نازل، كفايه كده الحمد لله، نشرب ميه بقى ونركن على جنب. احنا صحتنا مش مستحمله اصلا، فيلا ايه نمشي. انا يا جماعه بشتغل في الشتاء بقى، يعني انا شغال شتوي، انا فصل الشتوي تمام. في الصيف بعطل بس. السلام عليكم. مساء الخير. دي حته جديده، مش عارف بقى انا رايح فين، بس احنا بنتمشى كده ايه في القريه القديمه. هي متاكله طبعا، انت بتقول لي فين القريه، بس هي حصل مطره بقى والسيول، فده اللي حصل من حوالي 100 سنه. بص الفيو ده. يلا يلا ننتقل للخطوه اللي بعد كده. شباب، اللي احنا رايحين نعمله دلوقتي، احنا رايحين نبتدي السفاري. ادي العربيات السفاري وجاهزين، هندخل نشوف الشقلبات اللي جوه. ان شاء الله هاخدكم معايا في الجوله دي، وان شاء الله تكون حلوه جدا. طلعنا بالعربيات من وسط البلد لبحر الرمال الاعظم. احساسك بس وانت راكب في العربيه وهي ماشيه في نص الصحراء كده ما يتوصفش، خصوصا للناس اللي بتحب العربيات. طبعا هو ماشي بسرعه بس مش واضح في الكاميرا، مش عارف ليه. بس انا متأكد ان العربية لو كان فيها شباب بس كانت هتبقى السرعة مختلفة، وغالبا احنا اللي كنا هنطلب منه انه يسرع. انا قررت ان البس شبشب علشان الرملة هتدخل في الكوتشي، في نفس الوقت عشان اقدر اسيبه في العربية وانزل استمتع بملمس الرملة. يا جماعة وصلنا اول وقفة بفيو بانوراما، كانت حلوة قوي، واحساس انك ماشي حافي اصلا جامد جدا. انا استمتعت جدا بالمشي عليها. في ناس كتير كانت مفكره ان هي سخنه، لا هي الرمله مش سخنه. الوقت ده في السنه، انا رحت في اكتوبر، الوقت ده الرمله فيه مش سخنه. الصراحه كان قرار 10/10 ان انا البس شبشب، انصح اي حد يعمله. يا شباب في نص الصحراء في بحر الرمال الأعظم، لو أنا فاكر بحر الرمال الأعظم ماشي. هنا الرملة ناعمة جدا جدا. يلا بينا. كده يا جماعة احنا خلصنا السفاري ورجعنا واليوم خلص. اشوفكم يوم تاني، هدخل انام. يوم كان متعب جدا بس جميل جدا جدا جدا، فخلينا ايه نشوف بعض بكره ان شاء الله. بحيرات الملح اللي دايما تشوفها كده ايه، الناس بتطفو فوق الميه، فكل ما نسبة الملوحة عليت كل ما بترفعك فوق الارض. كل حاجة تحسها كريستال بتلمع. ده ملح برضه. بص الالوان الوان تحفة. انا عاوز اخدكم الاكسبيرينس من اولها. فاحنا هنا دلوقتي في كامب علي خالد قدام جبل الدكرور، الميه السخنه، بس عشان البرايفسي بتاعت الناس انا مش حابب ايه ادخل عشان العين الميه الساقعه، بس يبقى ننزلها بعد التانية. هنزل اقول لكم. شباب احنا طالعين دلوقتي جبل الدكرور، هنحضر الغروب. هو تحفه من دلوقتي اصلا.